هو في رمضان طعمها حلو جدا ومنعشه. هوريها لكم النهارده ازاي تعملوها بطريقه سهله ومش هتحتاجوا ابدا تشتروها من بره بعد الفيديو ده. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنحتاج 3 معالق كبار من جوز الهند و4 معالق كبار من السكر. بعد كده هنقلبهم مع بعض كويس جدا. هناخد المكونات دي كلها ونحطهم في المطحنه ونطحنهم كويس جدا لحد ما يكونوا باودر. بعد كده هضيف على البودر اللي احنا عملناه ده معلقه كبيره من الفانيليا البودر وكوبايه الا ربع من الحليب البودر وكوبايه الا ربع من الكريم شانتيه. هقلبهم مع بعض كويس جدا وخلاص كده بودر الصوبيا جاهز معانا زي المعلب بالظبط. هنجيب برطمان ونحتفظ بيه بالبودر ده وطبعا هيقعد معانا وقت كبير. بس وقت بقى التحضير هنجيب كوبايه من الحليب وهضيف عليها معلقه ونص من بودر الصوبيا ده والسكر حسب الرغبه. انا ضفت معلقه كبيره. طبعا المكونات دي كلها في الخلاط هضربهم في الخلاط كويس جدا مع بعض لحد ما البودر يختفي. وطبعا هجيب كوبايه كده واحط فيها شويه تلج واضيف عليها مشروب الصوبيا.